لما بيتك يتخرب ما تروحيش تخربي بيت غيرك وتلاقي المبررات وتقولي اصل وفصل. المفروض اللي داق الظلم ما يحاولش يدوقه لغيره. صاحبة مشكلة النهاردة بتكلمني وبتحاول تقنعني بمبررات خايبة. قلت لها انا رافضة الكلام ده، انت حرة اعملي اللي تعمليه، بس ما تجبرينيش ان انا اقف جنبك في الغلط. الحكاية زي ما هي حكتها لي باختصار. اتجوزت من 6 سنين وخلفت ولد وبنت، بتقولي زي القمر، وكانت الحياة مستقرة بينها وبين جوزها. اي نعم بيحصل شوية مشاكل مهاترات بتحصل في البيوت كلها، إنها في النهاية مش ملايكة. تقول لحد ما فوجئت ان جوزها جاي يقول لها انه هيتجوز، اصله مش لاقي راحته في البيت. افتكرته في الاول بيهزر معاها، لحد ما اهل العروسة بجبروتهم جوهم يتفرجوا على البيت، لان البيه هيسكن العروسة في الشقة اللي فوق منها. ما هو البيت ملك، هو اللي بنيه. طبعا لما عرفت ما قبلتش، طلبت الطلاق وخدت ولادها ومشت، راحت تعيش في بيت اهلها وهو بيدفع النفقة بتاعتهم كل شهر. بتقول بدأت ادور على شغل علشان تصرف هي على نفسها، ولقت شغل. في الشغل اتعرفت على زميل ليها، قعد البيه يسبل لها عينه وانه مش سعيد مع مراته، ولولا الولاد كان طلقها. مش مرتاح، دي عكاكه، دي معفنه، دي مش عارف ايه، مش شايفه طلباته، وملا دماغها بالكلام ده، فعايز يتجوزها تبقى زوجه تانيه، وهي موافقه ومرحبه. بتقولي اهلها رافضين، قالوا لها ده انت رفضتي انك انت تستمري مع جوزك اللي فات لانه جاب عليكي واحده، تقومي انت تقهري واحده غيرك. تقول لهم لا، ده التانيه دي جوزها عنده حق انه يتجوز عليها، مش شايفه حق طلباتها، مش شايفه ظروفه، مش مقدراه، هيناه، كلام فارغ من ده، مش عامله الواجب معاه يعني، فحقه انه يتجوز. بتقولي انا مش من حقي ان انا اتجوز، واهلي معترضين واقفين في طريق سعادتي. سعادة ايه يا حبيبتي؟ تخربي بيت واحدة زي ما الهانم خربت بيتك؟ في ايه؟ احنا عيبنا كمصريات ما بنقبلش جوازتنا مع واحدة تانية، الا نادر اللي بتقبل، لكن شعارنا اشوفه في مقبرة وما اشوفوش مع مرة. مش زي الستات الخليجيات، بصراحة عندهم سعة صدر انهم يقبلوا. احنا اتربينا ان احنا ما نقبلش، بالتالي مراته لما تعرف هتطلب الطلاق زي ما انتي طلبت الطلاق. ده انتي رفضتي وما قبلتيش ان انتي تكوني زوجة اولى وان يجيب عليكي واحدة. رفضتي وطلبت الطلاق وخربتي بيتك، تقومي تقبلي تكوني زوجة تانية؟ حجتك ان بيقول مراته معفنه ومش شايفه طلباتها والواجب واللي والكلام الهرت الكتير اللي قلتيه. انتش ادراكي ان طليقك ما كانش بيقول عليكي كده وبيقول العن من كده. امال انت فاكره ايه؟ هو اي راجل بيتجوز على مراته هيروح للعروسه الجديده يقول لها ده انا عايش سعيد ومبسوط وعايز اتجوزك؟ ما شيء طبيعي لازم يطلع القطط الفاطسه على مراته علشان يقنع الهبله التانيه انها تتجوزه. ده المنطقي، ان هو يبين ان هو بريء وان هو ايه، يا ما هنا يا ما هناك. وتيجي تكلمي الراجل من دول يقولك الشرع. يا اخويا انت نفذت الشرع مع مراتك؟ دخلت عليها مره بعبايه؟ دخلت عليها حتى بإشارب؟
يا اللي بتدوروا على الشرع في الجواز مثنى وثلاث ورباع، ده ربنا قال وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وعمركم ما هتعدلوا. في إيه؟ الشرع أباح بشروط. لو مراتك عيانة، مراتك ما بتخلفش، شروط قهرية فتتجوز عليها. لكن ما تبقاش عينك زايغة وتروح تعمل فيها انك انت ايه، مسكين وغلبان ومراتك مفترية. لا، وانت الملاك البريء يعني. انا منكرش ان في ستات جبابرة، لكن معظم الزيجات اللي بتتم تفاصة من الراجل، عينه زايغة، ما يملاش عينه غير التراب، وبيهدم البيت يقول لك ده شرع ربنا، ده حقي. يا اخويا قد كسر حقك انت واللي زيك في اللي انتوا بتعملوه، فقهرة الست وكسرة نفسها. انا زي ما قلت لكم ان احنا المجتمع صعب ان هو يقبل. هتلاقي واحدة ما تستاهلش وتيجي تقابل بقى مرات اللي متجوز عليها، ان جوزك مش مالي انت مش ماليه عين جوزك عشان كده اتجوز عليكي، مش ماليه عينه عشان كده اتطلقتي. ليه تحط مراتك انت وهو في موقف زي ده؟ ليه تحطها موقف نقد قدام المجتمع، وتلاقوا الست مطحونة وهاملة في نفسها عشان خاطر الكونتيز جوزها وعلشان خاطر الولاد. علشان كده نصيحتي اتجوزي، ده حقك. لكن واحد يكون ارمل، واحد يكون مطلق، لكن ما تخربيش بيت غيرك زي ما بيتك اتخرب. مبرراتك بقى اصل وفصل والكلام من ده، انا الكلام ده يا بنتي ما ياكلش معايا. انت حرة تقبلي تخربي بيت غيرك. حطي نفسك مكان مراته، وانت فعلا كنت مكانها في يوم من الايام، وثقي تماما طريقك الف حقك كلام كتير وشوه صورتك علشان يتجوز. ما هو بالمنطق مفيش راجل هيروح يتقدم لواحده ويقول لها مراتي بصراحه شايفه راحتي وبتعمل اللي ربنا بيقدرها عليه ومنظفه البيت ومش عارف ايه وعايزه اتجوزك. ابسط كلمه هتقول له طب انت عايز تتجوزني ليه لما مراتك شايفه كل طلباتك؟ علشان كده اي راجل عينه زايغه، انا بقول لك في رجاله محترمه بصراحه وبيبقى عندهم الحق انهم يتجوزوا، لكن بتكلم على الغالبيه العظمى. اللي بيجي يتجوز على مراته بيبقى ده تفاصيل. مراته ما بقتش ماليه عينه، يقول ده اهملت في نفسها، دي مهتميه بالعيال، دي ما تسالش عني. يا اخويا جيب لها مره عبايه، خرجها، فسحها، يا ام فلان يا فلانه اعملي كذا سوي كذا. مش تفضل ايه اوامر، عايز اكل، عايز اشرب، عايز مش عارف ايه مدري ايه، وما بتجيب لهاش اي حاجه. ده ممكن يجي العيد رجاله كتير ما تجيبش لستاتها هدوم العيد، يجيب لهاش جلابيه يفرحها، ويقول لك ايه ده الست مهمله مش شايفه طلباتي، ما بتتمكيش، ما بتتبرفنش. يا اخويا تتبرفن منين وتتمكيش منين وانت جبت لها وهي قالت لا؟ لكن ازاي؟ فزي ما بقولك انا عن نفسي مش مقتنعه بالجوازه دي. انت حره، لاقي لنفسك المبررات اللي تهدي كده نفسيتك وتريح ضميرك وتنيمه في خراب بيت غيرك. فاتقي الله يا بنتي في البيت اللي انت عايزه تخربيه، وتاكدي من الاول ان الراجل ده كداب ولا لا. روحي كده المنطقه واعملي استطلاع، صاحبي مراته باي حجه، وهتعرفي قد ايه هو انسان شرس اكيد معاه. لكن معاكي بيبقى حمل وديع. فانت حرة، انا مع اهلك، بلاش الجوازة دي، ما تخربيش بيت غيرك ارجوكي. ولادك البصة في وشهم بالدنيا. انا استغربتك بصراحة وانت بتقوليلي ما بقولك ولادك، قالت هو رافض ان ولادي يعيشوا معايا، هسيبهم لبابا وماما. بابا ومامة ايه؟ ده الضفر اللي يطيروا المقص من عيل من عيالك ب1,000,000 راجل، مع احترامي للرجاله.
الراجل يتعوض، ابنك ما يتعوضش ولا بنتك. لما تهدي كده وتستهدي بالله واهمدي شويه لحد ما يجيلك ابن الحلال اللي يوافق يكونوا ولادك معاكي، وهتلاقيه اكيد ان شاء الله. على كل انت حره، رايي انا قلتهولك بما يرضي الله. انتم رايكم ايه؟ تتجوز تبقى زوجه تانيه وتسيب عيالها لابوها وامها وتخرب بيت غيرها زي ما بيتها اتخرب، ولا ترفض؟ ولما انت معلش كلمه اخيره ليك ولامثالك، موافقه انك انت تكوني زوجه تانيه ومرحبه، ما قبلتيش ليه يا اختي تفضلي مع جوزك اللي هو طريقك؟ كنت زوجه اولى حتى، ما قبلتيش ليه؟ كنت هتبقى عايشه معززه مكرمه في وسط ولادك. منطق غريب بصراحه ان الست ما تقبلش ان جوزها يتجوز عليها، لكن تقبل انها تروح ايه تبقى تكون زوجه تانيه وتخرب بيت غيرها عادي. وابسط حاجه تقول وايه اللي يمنع ان هي توافق؟ ما عادي، ده حقها، حقي وحق جوزها انه يتجوز طالما مش لاقي راحته. يا اختي الحق ده ما قلتوش لنفسك ليه لما جوزك اتجوز عليكي؟ صراحه تفكيرك وتفكير امثالك مش لاقيه له اي مسمى غير ان انتم بكل اسف زي ما بيتكم اتخرب عايزين تخربوا بيوت غيركم. انتوا رايكم ايه؟ في انتظار تعليقاتكم.